استنكرت أحزاب سياسية جزائرية الزيارة التي يقوم بها فرحات مهني منذ الأحد الماضي إلى إسرائيل، وهو أحد دعاة الانفصال بمنطقة القبائل بالجزائر، والذي استقبله نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي. وطلب زعيم الحركة من أجل استقلال القبائل ومقرها باريس دعم من سماهم الشرفاء في الكنيست. وقال مهني أن زيارته لإسرائيل التي تستمر 4 أيام تأتي في إطار ما وصفها بالأنشطة الدبلوماسية للحكومة المؤقتة في القبائل بالجزائر، كما تهدف لبناء علاقات قوية مع كل الدول، خاصة أن إسرائيل عضو في الأمم المتحدة على حد تعبيره. وأضاف مهني أنه متأكد من أن الشعب القبائلي سيبقى خلفه وأنه لا يخاف ردة فعله. وقد طلبت أحزاب جزائرية السلطات بسحب الجنسية من مهني، كما رفض الحزبان الرئيسيان في منطقة القبائل دعوات مهني الانفصالية بشدة، واعتبروا طروحاته خطرا على وحدة البلاد. نبقى مع شأن الجزائر، حيث